السلام عليكم ورحمة الله. إليك قصة واقعية تتحدث عن الكفاح، الصبر والنجاح بعد المعاناة الطويلة. في إحدى الأحياء الفقيرة والهامشية بمدينة القاهرة، ولد طفل يدعى مصطفى، الابن الأكبر لعائلته مكونة من 6 أفراد. عندما بلغ 11 من عمره تعرض والده لمرض مزمن في عضاله أقعده عن العمل. وجد مصطفى نفسه فجأة مسؤولا عن إعالة أسرته الصغيرة وتوفير ثمن علاج والده. لم يكن أمام طفل سوى النزول إلى الشارع. بدأ العمل كبائع للصحف والمجلات عند محطات القطار والمقاهي. كان يستيقظ في الساعة 4 صباحا ليتسلم الصحف ويسير لكيلومترات طويلة على قدميه وهو ينادي بصوته الصغير ليبيع ما لديه، حيث تحدى بين العمل والدراسة. رغم التعب الشديد والظروف القاسية، كان لدى مصطفى شغف حارق بالتعلم. لم يكن يكتفي ببيع الصحف والمجلات، بل كان يستغل أوقات الفراغ القليلة بين المحطات القطار ليقرأ تلك المجلات والكتب ليبيعها. تحول الشارع إلى مدرسته الأولى. كان يذهب إلى مدرسته الحكومية بملابس باهظة ويجلس في الصف الأخير متعبا، لكنه كان شديد التركيز من المعلمين. عندما يعود إلى البيت في الليل يدرس على ضوء الشمعة الصغيرة ليوفر تكاليف الكهرباء. واجه الكثير من السخرية من بعض أقرانه التي كانوا يرونه يبيع الصحف الكتب، لكنه كان يملك هدفا واضحا يراه أمامه كل يوم. مرت السنوات وتوفي والده، مما زاد من ثقل المسؤولية عليه، لكنه أصر على مواصلة تعليمه في مرحلة الثانوية العامة. كان يدرس وهو يضع بضاعته أمامه في الشارع. بفضل إصراره وعزيمته الحديدية حصل مصطفى على معدل مذهل أهله لدخول كلية الهندسة، وهي واحدة من كليات القمة. لم يتوقف مصطفى عن العمل بعد دخول الجامعة، بل استمر في بيع الصحف والكتب الجامعية المستعملة لزملائه ليغطي مصاريف دراسته ومصاريف إخوته الصغار. كان يدرس في ممرات وتحت مصابيح الشوارع، تمييز بذكائه الشديد واجتهاده حتى أصبح الأول على دفعته طوال سنوات الدراسة ال4. بسبب تفوقه الاستثنائي تم تعيين مصطفى معلما في الكلية فور تخرجه. حصل بعدها على منحة دراسية كاملة لدراسة الماجستير والدكتوراه في الخارج. بعد سنوات من الغربة والبحث العلمي المستمر، عاد الدكتور مصطفى إلى بلده كبروفيسور وعالم في مجال الهندسة التكنولوجية. في مجال الهندسة التكنولوجية. اليوم يقف الدكتور مصطفى في المدرجات الجامعية ليلقي محاضرته أمام آلاف الطلاب، ليس فقط في العلوم بل في الحياة والإرادة. ولم يخجل يوما من ماضيه، بل يحتفظ بأول صحيفة باعها في مكتبه الفخم ليذكر نفسه دائما من أين بدأ. العبرة من القصة هو الفقر والظروف الصعبة ليست أعذارا للفشل، بل قد تكون الوقود الذي يدفع الإنسان لتحقيق أعظم النجاحات إذا توفرت الإرادة والصبر.